السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده البسبوسه بالميه من غير لبن ومن غير حليب او زبادي. هتطلع معاكي اللهم بارك. التسويه بتاعتها مظبوطه، البسبوسه طالعه طريه وكمان مرمله في نفس الوقت. لو انت من الناس اللي البسبوسه بتطلع ناشفه معاها او مش بتشرب الشربات او محجره، يبقى لازم تتابع الفيديو بتاع النهارده للاخر علشان تشوفي التسويه المظبوطه، وكمان البسبوسه تطلع معاكي باللون والجمال ده. البسبوسه بتاعتنا مرمله وكمان طريه في نفس الوقت، اللهم بارك. اهم حاجه تابع معانا الفيديو للاخر، ولايك للفيديو بتاع النهارده واشتراك في القناه. وتعالوا كده بينا نسمي الله ونبدا بالمقادير بتاعنا. معايا نص كوبايه من السكر، سكر حبيبات عادي 100 جرام. الكوبايه اللي انا مستخدماها موحده. معايا كوبايه الا ربع ميه يعني حوالي 150 جرام. معايا نص كوبايه سمنه زائد معلقتين كبار سمنه نباتي عادي اي نوع انت بتفضليه وبتحبي تستخدميه. وعلشان نطعمها ضفنا كمان معلقتين سمنة بلدي. النص كوباية 100 جرام والمعلقتين 30 جرام، يبقى الكمية كلها بتاع السمنة 130 جرام. معايا معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، ممكن تستبدليها وتستخدمي عسل أبيض لو موجود عندك، ولو مش متاح ممكن تعملي الشربات وتركنيه على جنب لحد ما يبرد وتستخدمي منه معلقة كبيرة يعني حوالي 50 جرام، بس احنا هنستخدم فيها عسل الجلوكوز المرة دي. هنرفع الخليط بتاعنا على النار لحد بس ما السكر يدوب والسمنة بتاعتنا تتفكك وعسل الجلوكوز يتجانس مع الخليط. مش هتاخد مننا دقايق معدودة. ولو الخليط ده سخن معاكي قوي، احنا عايزينه بس يكون دافي حاجة بسيطة. لو سخن معاكي قوي ممكن تركنيه على جنب 10 دقايق بس لحد ما توصلي للبرودة اللي احنا محتاجينها او لدرجة الدفيان. احنا عايزينه يعني ايدك تستحمله زي دمعة العين كده، يكون سهل وبسيط. معايا دقيق السميد او السمولينا. معايا نص كيلو من الدقيق او دقيق البسبوسة. زي ما انتوا شايفين الدقيق يعني حاولي ان انت تتحسسيه بايديكي كده علشان لو ساب علامة يكون مش كويس، ولو ما سابش علامة في ايدك اتأكدي ان نوعيته كويسة. احط حاجة بسيطة خالص من البيكنج باودر وكمان من الفانيليا وحاجة بسيطة خالص من الملح. كل دول الكميات قد بعضها، ممكن هنقول 2 جرام من كل حاجة من الفانيليا والبيكنج باودر والملح. هبدأ ان انا اقلبهم في بعض كده بحيث ان انا ادخل البيكنج باودر والفانيليا والملح مع الدقيق او دقيق السمولينا او البسبوسة. الملح عشان يظبط الطعم وكمان البيكنج باودر مش هيأثر قوي في الطعم بس احنا بنحاول نزوده، والفانيليا هتديها ريحة حلوة. الخليط بتاعنا دافي مش سخن قوي. هنضيفه على الدقيق بتاعنا ونبدأ ان احنا نقلب. زي ما قلت لك دقيق السيمولينا او او سميد. نقي او استخدمي نوعية كويسة تكوني انت متأكدة منها واستخدمتيها قبل كده، علشان هو ده الاساس في البسبوسه. في مخلوط بالدقيق فبلاش استبعديه، لو ساب اثر في ايديكي استبعديه. هبدأ كده، انا مش بعجن البسبوسه بتاعتي او المكونات بتاعتي. انا بس بحاول ان انا ادخل كل او اشرب كل الدقيق بتاعي المكونات السائله علشان بس اتاكد ان كله تشرب. وكده الخليط بتاعي اصبح جاهز. هبدأ ان انا ادهن الصينيه بتاعتي دهنه او مسحه من السمنه، مش كتير ولا حاجة. ولو حابة تستغنى عنها وتستخدمي مسحة زيت مفيش مشكلة. اهم حاجة المسحة دي اساسية علشان ما تلزقش منك، وما تعتمديش ان انتي تعملي الخليط وتركنيه جنبك فترة طويلة. لا، اشتغلي فيه وابدأي ان انتي تدخليه الفرن على طول. الفرن بتاعنا شغال مسبقا على درجة حرارة 180 من تحت ومن فوق. ولو انتي عندك الفرن بيعمل وش بسرعة بلاش تشغلي الشواية من فوق. ولو انت عندك المروحة شغالة شغليها علشان هي بتوزع الحرارة بطريقة حلوة جدا وبطريقة سهلة وبسيطة. هبدأ ان انا اسوي الوش كده بتاعتها وبتتسوى معايا بكل سهولة وبكل بساطة، اللهم بارك. يعني حاجة مظبوطة 100%. عملناها قبل كده مع بعض باللبن والنهاردة بنعملها مع بعض بالمية واللهم بارك مظبوطة جدا. هنبدأ نقطعها، واهم حاجة قطعيها قبل ما تدخليها الفرن علشان تبدأ في التسوية المظبوطة وكمان تتكرمل بسهولة، والمسامات بتاعتها تبدأ تتوسع وتاخد التسوية بتاعتها بالراحة وبسهولة جدا. زي ما قلتلك ممكن لو ما عندكيش عسل ابيض استبعديه واستخدمي عسل جلوكوز. لو ما عندكيش عسل جلوكوز استخدمي عسل ابيض، ولو ما عندكيش الاتنين استخدمي الشربات او معلقة كبيرة منه. هتقدري تستخدميها وتطلع معاكي مظبوطة، اللهم بارك. التزيين بقى اللي انت حباه مفيش مشكلة، عندك سوداني، عندك لوز، عندك بندق،
اي حاجة موجودة عندك استخدميها وهتطلع معاكي ممتازة اللهم بارك. البسبوسة بتاعتنا طريقتها سهلة وبسيطة جدا، مش هتاخد منك وقت ولا مجهود، وهتبقى جاهزة وسريعة معاكي وهتطلع مظبوطة معاكي. لو هي بتطلع ناشفة معاكي او مش بتطلع مظبوطة او ما بتشربش شربات بسهولة. كده البسبوسة بتاعتنا اصبحت جاهزة. هدخلها الفرن زي ما قلت لكم على درجة حرارة 180، فرن شغال مسبقا. هسيبها تاخد التسوية بتاعتها بالراحة خالص، وهبدأ ان انا اعمل الشربات بتاعي. معايا كوباية سكر 200 جرام، وهنزل عليها بكوباية ونص مية 300 جرام. الكوباية بتاعتي موحدة، انا مستخدماها في كل المعيار. هبدأ ان انا احط كده شريحة من الليمون او عصرة من الليمون، وارفعه على نار متوسطة لمدة 10 دقايق. هيغلي معانا بدون تقليب وبدون اي حاجة، وكمان مش هيكتل على الجوانب ولا اي حاجة. كده الخليط او الشربات او السيرم بتاعنا اصبح جاهز. هحط حاجة بسيطة من الفانيليا 2 جرام، وهسيبه يغلي غلوة لمدة دقيقة واحدة بس، وهطفي عليه. وكده الشربات بتاعنا اصبح جاهز. هنركنه على جنب لحد ما يبرد تماما، يعني محتاجينه يكون دافي، حاجة بسيطة جدا. في المرحلة دي خلاص الشربات بتاعنا خلص، والبسبوسة بتاعتنا في الفرن اللهم بارك. حاجة كده تحفة. البسبوسة بتاعتنا خدت نص ساعة وكانت مظبوطة، والتسوية بتاعتها مظبوطة من تحت ومن فوق. هبدأ ان انا اشربها الشربات بتاعها. البسبوسة بتاعتنا طلعناها من الفرن، سبتها ترتاح 10 دقايق، وبدأت ان انا اشربها شربات. شربات دافي، مش سخن ولا بارد قوي. وهبدأ ان انا اشربها شربات على مرحلتين. زي ما انتم شايفين، لو هتلاحظوا ان هي لسه دلوقتي ما شربتش شربات. هغطيها بفوطة واسيبها بس 10 دقايق او 5 دقايق بالظبط، وكده اصبحت جاهزة معانا وشربت الشربات بتاعنا كله. الكمية كانت على قدها. الشربات بتاعنا لا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، مظبوط بين البنين. والبسبوسة بتاعتنا متكرملة، طالعة طرية وكمان مرملة اللهم بارك. التسوية بتاعتها مظبوطة زي ما قلت لكم، خدت منه نص ساعة. واهم حاجة تابعيها وهي داخل الفرن بتاع البوتاجاز بتاعتك، يعني لفيها على الجنب ده شوية وعلى الجنب ده شوية. اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين اللون بتاعها، وزي ما انتوا شايفين طرية جدا وكمان مرملة في نفس الوقت. اهم حاجة دقيق السمرينة او البسبوسة اللي انت هتستخدميه يكون دقيق كويس، نوعيته كويسة. استخدمي يعني نوعية كويسة انت تكوني متأكدة منها. المكونات بتاعتها بسيطة جدا، مش محتاجة عجن، مش محتاجة لبن، مش محتاجة زبادي. حاجة كده بسيطة وعلى قد الإيد. هتعتبر اقتصادية يعني بنسبة مش كبيرة قوي، بس سهلة وبسيطة للناس اللي مش بتنجح معاها بكل سهولة. اعتمد الطريقة دي وهتكون ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله ناجحة معاكي. لو انت وصلت معايا لحد هنا في الفيديو، ما تنسيش تعملي لي لايك وكمان اشتراك في القناة. اضغطي على كلمة اشتراك لو انت اول مرة تشوفيني وتتابعيني، وكمان فعلي زر الجرس واضغطي على كلمة الكل علشان كل وصفة بنزلها ينزلك اشعار بيها. وتكوني متابعاني اول باول في كل الوصفات. والوصفه بتاع النهارده اتمنى ان انا اكون وفيت كل الجوانب اللي انت محتاجه ان انت تعرفيها. المقادير سهله وبسيطه، وقلتها لك بالجرام وبالكوبايه. وكمان هسيبها لك في صندوق الوصف لو انت مش عارفه صندوق الوصف. العنوان بتاع الفيديو جنبه كلمه المزيد، هتضغطي عليها هتنزلك تلقائي لصندوق الوصف. وكمان هسيب لك طريقه البسبوسه بالحليب لو انت كمان حابه ان انت تجربيها او تعمليها بالطريقتين، سواء بالمية او بالحليب. الطريقتين سهلين وبسيطين وهيطلعوا معاكي ممتازين. اتمنى الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، واكون على حسن المتابعة والاستضافة. دمتم سالمين والسلام عليكم.